السلام عليكم ورحمة رحاتي الأمراض، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وفي أحسن حال. عندنا 5 أخطاء لازم نبعد عنهم واحنا بنلف الخمار أو الطرحة. أول حاجة لازم نلبس بونيه أو بندانة سوري أو إشارب أو أي حاجة، علشان لما بيكون مش لابسين الطرحة مش بتتظبط. أول حاجة. تاني حاجة لو مثلا مش مسرحة حاطة توكة أي حاجة ما بتظبطش شكل الطرحة، بيكون شكلها مش حلو خالص. كمان لو اتحركتي اي حركه كده مش محسوبه ممكن تتزحلق، ممكن تقع، شعرك يبان، اي حاجه منها. تاني حاجه ما ينفعش تحطي دبابيس ترشقيها في كل حته. يعني في بنات بلاقي بتحط دبوسين هنا ودبوسين هنا ودبوسين هنا وورا مش عارفه دبوسين. ليه انت كده بتبوظي شكل الطرحه او الخمار، بتقطعيها وتخرميها وتنتشيها، بتخليها مكشكشه كده وممكن تنسل منك، شكلها ما بيبقاش لطيف خالص، وبتحسسك انت مقيده، انت مش عارفه حتى تتحركي، مش عارفه تعملي اي حاجه ولا تبصي يمين ولا شمال. بصراحه شكلها ما بيكونش حلو خالص. تالت حاجه برضو الدبابيس، ما ينفعش تحطي دبابيس الوان كتير 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 وكبيره. يعني الدبابيس الحمد لله ان هم اخترعوا دبابيس اللي هي راسها صغيره دي، ولو تقدري تجيبي الدبابيس اللي راسها معدن صغنوني خالص مفيش مشكله، يبقى احسن بكتير. الدبابيس الالوان الكتير بتعمل كانك رايحه عيد ميلاد. عارفه انت البنات اللي بيحطوا توك توك توك، هي بتبقى نفس الفكره. حاولي تختاري دبابيس قريبه من لون الطرحه، او الدبابيس اللي هي راسها صغنونه خالص مش بتبان. وبعيدي عن الدبابيس اللي هي المشبك اللي هي بتبقى مشبك. خليكي في الدبابيس الابره حتى لو اللي هي عند الرقبه هنا، علشان الدبابيس المشبك بتتفتح وبتعورك في زورك وبتقطع الخمار، ما بتكونش عمليه خالص. رابع حاجه بلاش ان انت لو لابسه الحجاب مش منتقبه مثلا انك ترجعي الطرحه او الخمار لورا قوي بطريقه مش حلوه. انت ليكي الحريه ان انت تلبسي الحجاب بالطريقه اللي انت عايزاها، بس بيبقى فيه شكل جمالي. حتى لو انت عايزه تطلعي حبه شعر صغيرين، ده انا ما اقدرش طبعا اقول لك عليه عشان حرام، بس بتبقى يعني حته صغيره سنتي كده، 2 سنتي مش حاجه، يعني 2 سنتي سنتي واحد. يعني في بنات يعني بتبقى، انا مش عايزه اقول عشان ما يبقاش حرام، يعني في بنات بتبقى عايزه تبين منبت الشعر، بس هو مش حلال ومش صح. بس بلاقي بنات حاطه الطرحه من نص شعرها. طب انت هل المنظر ده انت شايفه ان هو شكله حلو؟ انا شايفه ان شكله بشع بصراحه، شكله مش حلو خالص. بيخليني حاسه ان انت يعني ايه، كنت بتعملي اي حاجه ولفتي حته قماشه كده وطالعه، ما بيبقاش شكله لايق خالص. خامس حاجه ان انت تربطي الحجاب قوي قوي، سواء انت بقى منتقبه او مش منتقبه، تربطي الحجاب جامد على وشك، فتبداي تضغطيه عند رقبتك وتضغطي وشك لبره، والحجاب يبقى ماسك كده متني قوي وشكله حاجه اكنك متجبسه. ليه يا بنتي؟ راسك هتطير. لازم تبقي مختاره الحجاب باللفه بتاعته بصوره تخليكي كده مرتاحه، تخليكي عارفه تتحركي، مش حاسه انت مخنوقه مشنوقه حاجه كده يعني مش معروفه. وفي الاخر انت لابسه الحجاب عشان ترضي الله سبحانه وتعالى، او علشان ترضي ابوكي وامك عشان قالوا لك البسيه، او علشان المجتمع اللي انت فيه فرض عليكي ان انت تلبسي زي معين او طريقه معينه تلبسي بيها الحجاب وتخرجي بالشارع. في كل الحالات دي انت لازم تكوني حاسه بالشكل الجمالي في الحجاب. ما ينفعش ان انت تقولي لا اصل انا لابسه غصب عني فتروحي، انا اسفه في الكلمه، تهبلي تلبسي اي حاجه. تاني حاجه ودي اللي المفروض كنت اقولها الاول بس الناس ما بتحبش حد يتكلمها في الدين، يعني كل ما سترتي نفسك وكل ما كان الحجاب شكله محتشم اكتر، كل ما كنتي قيمه اكتر بلبسك وما استهزأتيش بيه او استهنتي بيه. الاستهانه بالحجاب او ان انت تلبسيه وخلاص اديني حاطه حته قماشه، والله العظيم ما بتضيف لك حاجه. لبست الحجاب حاولي تلبسيه صح. انت مش عارفه تلبسيه صح، اسالي واجتهدي عشان تاخدي اجره. هي مش قماشه محطوطه على الراس وخلاص، وربنا يرزقك العمل بيه يا رب والاجر ان شاء الله. السلام عليكم.